Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. انا اليوم جبت لكم روسيت من التراث. وصفه تاع كربابين على الطريقه القبائليه البريديه. بون هنا واش نحتاجو في برمه نديرو مرسول لحم ولا دجاج ولا واش عندكم واش كان متوفر. نديرو مغرفه ونص فلفل احمر، ونديرو نص مغرفه طوماطيش مصبره، ونديرو نص مغرفه كزبر وثوم مخدومه مع بعضان، ونديرو زيت تاع الزيتون والملح والماء، ونديرو كلش بارد في بارد. وانا عندي الخضره تاعي، عندي لفت وخرشف، نقيوهم تري بيان، ومن بعد نحكموا الملح ونحكهم هكذا مليح، ومن بعد نعاود نمصمصهم ونلوحهم في البرمه حتى تغلي. فوالا، ومن بعد نزيدو حبه بصل ثاني. وهنا نروحوا للوصفه تاع كربابين كيفاش نخدموها. عندنا زوج مغرف زيت سونغو ومغرف تاع زيت زيتون، زوج مغرف زيت سونغو ومغرف تاع زيت زيتون، وعندنا هنا ملح، نعناع يابس، فلفل احمر، طوماطيش كونسونطري، و كزبر وثوم مرحيين مع بعض. راكم حابين الوصفه من بعد نحط لكم كيفاش تخدم. وعندنا شحمه والدبشه، وعندنا نص كاس ماء، وعندنا زوج مغرف من لاصوص اللي كنا خدمناها من قبل. وعندنا هنا تشيشه حوالي بالتقريب 6 كيسان نتاع وليد. نحركوهم كيما راكم تشوفوا مليح مليح هكذا حتى تولي كي نهزوها هكذا تتكربع في يدينا، ونخدمو غير بصبعنا نحركو، ما نعجنوش، نحكمو غير هكذا بصبعنا بك، ونحركو بالعقل حتى تتلايم لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا هكذا بطريقه سهله. يعني هكذا بك غير بصبعكم تحركوها. فرانشمون انا من عشاق هذه الاكله التقليديه، نحبها بزاف بزاف، سورتو كي نديروها في العيد، نديروها بالكرومه تاع الكبش. بسم الله ما شاء الله تجيب لنا خياليه. نتمنى يعني اللي جامي كلاوها يجربوها ويخليوا لي رايهم في لي كومونتير، على بالي بلي راح تعشقوا فيها هكذا. ومن بعد ديروا الماء في يديكم وبداو تكربعوا بالحبه، تكربعوا فيهم غير براحه اليد هكذا بين يديكم بك وتكربعوها. نديروا بالوحده حتى نكملوا كامل لاباط اللي عندنا، ومن طور نحطوا فيها في الكسكاس تاع البرمه حتى نكملوا لا كونتيتي اللي عندنا اكل. هنا حتى تعاود تغلينا البرمه باش نحطوها تفور فوقها، ونقلبوا لها الغطاء للتيكربابين تاعنا، نخليوها بالتقريب ساعه وهي طيب. ومن بعد شغل كي نحطوا التيكربابين يفوروا، نرخفوا للغاز كامل ونخليوها طيب بعقلها. وهنا نكونوا لحقنا نهايه هذا الفيديو. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تخلونا لايك وجيم وكومنتير وتابوني ولا ما كنتوش مابونيين. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام.